هي خلاص الوصفة اهي معانا ناعمة جدا، وزي ما انتوا شايفين شوفوا بقى اللهم بارك، طلعنا قد ايه من 2 كيلو بس من صدور الفراخ. تنفع للحواوشي، تنفع للكفتة، تنفع للبرجر، تنفع لأفكار في اللانش بوكس، تنفع في الحشوات. خلطتنا النهاردة خطيرة، وكمان هنزود الكمية للضعف، يعني موفرة واقتصادية وهتنفعك جدا جدا. هنزودها بمكونات طبيعية وموجودة في كل بيت. تعالوا نشوف النهاردة الوصفة بتاعتنا اللي هتنفعكم في كل حاجة، هتخلوها عندكم في الفريزر، هتطلعوا منها بجد تحفة جدا جدا، منقذتي في كل الحالات. هنستخدم ايه بقى في الوصفة دي؟ هنستخدم صدور فراخ متقطعة كده مكعبات. استخدمي الكمية اللي انت عايزاها. انا هقولك النهاردة مقادير الكمية دي 2 كيلو من صدور الفراخ المتقطعة كده مكعبات. طبعا غسلتها كويس جدا ونقعتها في محلول النقع اللي هو عبارة عن مية وملح وخل وشوية سكر وكمان شوية فلفل اسود. نقعتهم كويس جدا حوالي مثلا ساعة، وبعد كده اديتهم شطفة كده وحطيتها بقى في المصفى تتصفى براحتها جدا. لازم تتصفى كويس جدا من المية بتاعتها. هنستعمل ايه كمان؟ نستعمل نص كيلو من البطاطس المهروسة وصفيتها برضو كويس. هنستخدم بصلتين كده حلوين متوسطين، وهنستخدم حوالي نص كيلو من الفلفل الاخضر او الالوان زي ما انتي عايزة. بس طبعا الفلفل الالوان غالي، فاحنا عاملين النهارده نعمل وصفة اقتصادية تنفعنا ونزود الكمية، فهنستخدم فلفل اخضر. وطبعا لو مش عندك اطفال تقدري تستخدمي كمان فلفل حامي فوق الفلفل ده، ولكن انا ما بستخدمش طبعا عشان الاطفال، ما بستخدمش فلفل حامي. هنعوز ايه كمان؟ هنعوز كيسين على ال2 كيلو دول. هنعوز كيسين من خلطة المفروم بتاعة كنور، ودي حلوة جدا جدا جدا، بتستخدم وكل حاجة. انا بزود بيها كمية الخلطات اللي انا بعملها سواء باللحمة المفرومة او سواء بالفراخ، وكمان بستخدمها كتوابل، بضيفها للخليط بتاعي بتاع التوابل. رهيبة يا بنات، رهيبة رهيبة. فانا دلوقتي حطيت في العلبة دي كوبايتين من المية، احط عليهم بقى الكيسين دول وهقلبهم واسيبهم على جنب كده علشان الكمية ينفشوا كده. هوريهولكم لما ينفشوا عشان تفهموا كده الكيسين دول، وهزودهم هنا كده على المية بتاعتنا. هنقلبهم بقى كويس جدا كده اهو. قلبتها كويس جدا، هسيبها بقى على جنب لحد ما تنفش بقى براحتها. وهنبتدي بقى نعمل الخلطة بتاعتنا في الكب. نجيب بقى الكبة بتاعتنا كده. هنعمل بقى حاجة نعمل الأول الفلفل بتاعنا. نحط كده شوية فلفل عليهم شوية من الفراخ، وعليهم شوية من البصل، نص بصلاية مثلا. شوية تاني من الفراخ، ونضرب كل الكلام ده في الكبة. هحط بقى معاها حبة تاني، نديها ضربة تاني. خلاص ضربت بقى الكمية دي كلها مرتين كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى احط الملح بتاعي. عايزة بس اغسل ايدي الاول. مش هكتر ملح لان الخلطة بتاعت كنور اللي احنا هنحطها دلوقتي فيها اوريدي ملح. بصوا بقى هنا الخلطة عملت ازاي اهو. شايفين عملت ازاي؟ نفشت وبقت عبارة عن عجينة. المية اللي فيها خلاص اهي راحت وبقت عبارة عن عجينة. هنضيفها بقى على الخليط بتاعنا ده. هنجيب بقى كده البطاطس بتاعتنا اللي احنا سلقناها ونهرسها هنا اهو. انا ليه ما بعملش البطاطس في الكبة؟ علشان مش عايزاها تعمل عرق. ههرسها عادي بالشوكة. طبعا اللي عايز يلبس جلافز طبعا مفيش مشكلة، بس انا ما بعرفش اشتغل بجلافز.
شايفين الكميه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. قد ايه الكميه دي؟ تعمل اكتر من 4 كيلو، يعني ضعفنا الكميه. وكده خلاص انا عجنت كل الكميه كده مع بعضها، دخلت كل حاجه في بعض وبقت ناعمه كده زي ما انتم شايفين. انا بشيلها زي ما هي كده في الفريزر. يعني انا هاخد منها دلوقتي اعمل حواوشي وهوريه لكم طبعا. ولما اجي بقى اطلع كمية منها عشان اعملها كفتة او برجر او اي حاجة محتاجة ان هي تمسك نفسها، بروح ضايفة عليها بقسماط او دقيق. انا بستخدم دقيق خالي الجلوتين، هبقى اعمل لكم فيديو برضو عنه قبل بعد كده باذن الله. او نشا، يعني حطوا اللي انتوا عايزينه عشان تخليها متماسكة لما تيجوا تعملوها ايه كفتة او برجر او حاجات من دي. لكن عشان تعملوها حواوشي بطلعها زي ما هي كده. تقدروا دلوقتي تقسموا الكمية وتخلوا كمية للبرجر والكفته والحاجات دي، وتزودوا عليها النشا او البقسماط او الدقيق، اي حاجه تربطها، وتخلوا الكميه التانية للحواوشي. يا اما تعملوا زي ما انا بعمل كده، بشيلها زي ما هي كده. انا هاخد منها كميه دلوقتي للحواوشي وبعد كده هكيسها واشيلها في الفريزر زي ما هي كده. لما بطلعها بقى حسب الوصفه اللي انا عاملها ساعتها، هعمل حواوشي بستعملها زي ما هي كده، هعمل كفته او حاجه بروح ضايفه عليها بقسماط او دقيق او نشا اربطها، وبعد كده اعملها كفته او برجر او الكلام ده. فهي خلاص الوصفه هي معانا ناعمه جدا، وزي ما انتم شايفين حلوه جدا. هتنفعك للزنقات، للانش بوكس بتاع الولاد. كل يوم بنقعد نفكر هنعمل ايه في اللانش بوكس، لا دي هتنفعك جدا. هتنفعك كمان لما تكوني خارجه وجايه متاخر عايز تعملي حاجه سريعه، دي كده جاهزه معاكي تعملي بيها اي وصفه، كلهم هيبقوا احلى من بعض. هنجيب دلوقتي العيش، هغسل ايدي بس واجيب العيش عشان نعمل بيه الحواوشي. نجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها زيت كده. طبعا تقدروا تعملوا الحواوشي من فوق او من تحت، يعني في الفرن او على البوتاجاز من تحت. انا هريح دماغي النهارده وهحطه في صواني في الفرن عشان مش قادره بصراحه اعمل. هجيب كده رغيف رغيف. طبعا الحواوشي عايزه بقى ايه، عيش بلدي كده يكون طازه. انا طبعا مطلعاه من الفريزر لاني ما بقدرش اجيب عيش طازه، فبجيبه طازه واحطه في الفريزر. مش هيضر برضو، بعمل بيه على طول بيطلع زي الفل. همسك بقى كده شويه، انتي بقى وايه زي ما بتحبي بقى اللحم يكون فيه كتير حطي، متوسط زي ما انا بعمله كده. خلاص انا هو عملته. لو عندك بقى شويه جبنه برضو ممكن تحطيها من فوق، هيفرق جدا برضو في الطعم. لكن انا هستعمله كده من غير جبنه ولا اي حاجه. حطيته بقى هنا كده، هعمله كده عشان وشه وظهره يبقى فيهم زيت. هاخد رغيف تاني كده، افتحه كده ايه نص فتحة من فوق، برضو نفس الحكاية. خلصت بقى، حطيت هنا 3 رغيف على قد الصينية. اكمل في صواني تانية. هدخلها بقى فرن يكون سخن. وفي الاول هعلي حوالي مثلا 10 دقايق كده، هعلي الفرن فيها وبعد كده هوطي اخليه يستوي على مهله خالص. لما يطلع هوريهولكم. ممكن كمان تعملي أرغفة وتشيليها في الفريزر متشالة زي ما هي كده كرغيف، فاهميني؟ يعني بدل ما تشيلي عجينة بس، عايزة بقى تبقي بصي تطلعي الحاجة بقى على طول على السوا، الحواوشي على السوا. اعملي زي ما انا بعمل دلوقتي كده. هعمل رغيفة حواوشي واشيلها كده من غير زيت ومن غير اي حاجة. هشيلها في كيس واحطها في الفريزر. ما عاوزه اعمل اطلع على طول. سهلي على نفسك بجد وقفه المطبخ. الحاجات دي هتفرق معاكي، التجهيزات دي بتفرق جدا جدا وبتريحك قوي قوي، وبتنفعك في الزنقات. ايام كتيره جدا ما بنبقاش فاضيين، ايام كتيره جدا ما بنبقاش قادرين. عادي كم مره قمتي من النوم وانتي مش قادره تعملي اكل. فالحاجات التجهيزات دي هتنفعك جدا، وهي زودنا الكميه هي يعني حاجات اقتصاديه وبجد هتنفعك قوي. الرغيف دوت مش طازة بس برضو خلاص انا حطيت فيه عادي اهو. احط بقى هنا
بجد خلطة هتعجبك جدا جدا جدا. اهو هنقفله بقى كويس كده ونحطه في الفريزر. طلعي بقى وتروحي حاطه في الفرن على طول. بقيه الخلطه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ زي ما انا قلت لكم، هنشيلها في اكياس. يبقى احنا كده عملنا حواوشي حطيناه في الفرن هيستوي هناكله النهارده. عملنا كمان حواوشي هنشيله في الفريزر. وهنعمل هنا بقى، هنقسم العجينه كده على اكياس بحيث ان احنا نستخدمها في اي حاجه بقى بعد كده. شوفوا بقى اللهم بارك، طلعنا قد ايه من 2 كيلو بس من صدور الفراخ. شوفوا عملنا قد ايه وطلعنا قد ايه. بجد يا جماعة رهيبة. افضي بقى الهوا كده. هنا بقى خلاص طلعت اول صينية. بجد يا جماعة، مش عايزة اقول لكم على طعمه التحفة. الخلطة دي حلوة جدا. بصراحة الحوشي في الفرن احسن واريح بكتير من لما بعمله على الطاسة، لاني باحطه بقى وخلاص بقى هو بيتعمل لوحده. ما باقلّبهوش غير مرّة واحدة، يا إمّا لو أنا مش عايزة أقلّبه أفتح عليه الشواية. وده كان غدانا النهارده، وزي ما أنتم شُفتوا طلّعنا من الخلطة دي أكتر من صَرْف. النهارده كلنا منه، وكمان عملت أرغفة وشِلتها في الفريزر، وعملت كمان خلطة حطيتها في أكياس عشان أستخدمها بعد كده. حاجة نضيفة عاملينها في البيت، ضامنين مكوناتها. مش لما بتجيبي الحاجة من برّه مبتبقيش عارفة هُم خالطين معاها إيه. الحاجات المفرومة دي الله أعلم فارمين معاها إيه. فالحاجة لمّا نعملها في البيت بتبقى نضيفة وجميلة، التجهيزات اللي إحنا بنعملها دي بتنفعنا جدًا، 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 وتوفّر علينا وقت ومجهود ووقفة المطبخ. فجرّبوها كده وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو شكرًا جدًا لمشاهدتكم. ما تنسوش بقى اللايك الحلو وكومنت حلو منكم، واشوفكم على خير وباي باي.